استمتع خوزيل ماتو مهاجم إسبانيول بصيف رائع في مسيرته، حيث ظهر المهاجم المخضرم المطلوب في ريال مدريد لأول مرة مع إسبانيا في مارس، وواصل منذ ذلك الحين التهديف، وكان آخر أهدافه في مرمى إيطاليا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. لم يسجل خوسيل أبدا 10 أهداف في الدوري في موسم واحد منذ وصل ذا ألافيس على سبيل الإعارة من نيوكاسل، لكنه فعل ذلك في كل من المواسم 4 منذ ذلك الحين، وسجل 16 هدفا مع إسبانيول هذا الموسم. ذكرت شبكة سكاي سبورتس بنسختها الألمانية أن الكولومبي موسيس كايسيدو نجم خط وسط برايتون الإنجليزي يرغب في الانتقال إلى تشيلسي وليس أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية، وارتبط اسم كايسيدو بالرحيل عن صفوف برايتون هذا الصيف وسط اهتمام كبير من قبل أرسنال وتشيلسي بضمه، ويعد أرسنال أبرز المرشحين للحصول على خدمات كايسيدو، حيث عرضت الإدارة مبلغ يقدر بحوالي 70 مليون يورو في شهر يناير الماضي للحصول على خدماته، ولكن برايتون رفض العرض. ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة يريد صفقة جديدة لتدعيم خط الوسط الهجومي، وذلك لمساعدة روبرت ليفاندوفسكي على تسجيل الأهداف، ويصب برشلونة تركيزه على التوقيع مع إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي بعد فشل عودة ليونيل ميسي، كما يعمل النادي جاهدا على ضم لاعب ارتكاد جديد لتعويض سيرجيو بوسكيتس، لكن هذه ليست الصفقات الوحيدة التي يريدها تشافي هرنانديز، فهو يرى أن هناك ضرورة لضم صانع ألعاب أيضا، حتى لو لم يكن لهذه الصفقة الأولوية في الوقت الراهن. استمتع خوزيل ماتو مهاجم إسبانيول بصيف رائع في مسيرته، حيث ظهر المهاجم المخضرم المطلوب في ريال مدريد لأول مرة مع إسبانيا في مارس، وواصل منذ ذلك الحين التهديف، وكان آخر أهدافه في مرمى إيطاليا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. لم يسجل خوسيل أبدا 10 أهداف في الدوري في موسم واحد منذ وصل ذا ألافيس على سبيل الإعارة من نيوكاسل، لكنه فعل ذلك في كل من المواسم 4 منذ ذلك الحين، وسجل 16 هدفا مع إسبانيول هذا الموسم. مصادر تؤكد انتقال سفيان أمرابط لأحد عمالقة الدوري الإسباني. يبدو بأن مستقبل النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط سيكون في أحد فرق الدوري الإسباني الكبرى في الموسم الجديد، حيث أن لاعب وسط فيورنتينا حريص على اللعب في الليجا. لفت سفيان أمرابط 26 عاما انتباه العالم في الموسم المنصرم، خصوصا مع منتخب المغرب الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر. ذكرت التقارير الصحفية بأن سفيان أمرابط أصبح مستعدا لمغادرة فيورنتينا في الصيف، حيث يحرص الفيول على بيعه بدلا من خسارته مجانا. أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي النصر السعودي يخوض مفاوضات متقدمة لضم المغربي الدولي حكيم زيات صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي ليمثل كتيبة العالمي ابتداء من الموسم الرياضي المقبل. قال فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه نادي النصر يتقدم في محادثات التوقيع مع حكيم زياش لاعب تشيلسي، وأن المفاوضات جارية بين الطرفين في الوقت الحالي. وأضاف رومانو أن النصر قدم بالفعل عرضه إلى المغربي زياش، الذي أبدى ترحيبه بالعرض ويقوم بدراسته حاليا. بدأت إدارة نادي الهلال السعودي التحرك للتعاقد مع السنغالي الدولي خالد كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتستهدف الأندية السعودية الكبرى استقطاب أبرز نجوم كرة القدم لصفوفها خلال فترة السوق الصيفية، وذلك بعدما نجح نادي الاتحاد في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما
وكان نادي النصر قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ميركاتو يناير الماضي، ليفتح الباب أمام قدوم مزيد من نجوم كرة القدم العالمية إلى الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. أفادت تقارير صحفية بريطانية أن نادي بايرن ميونخ الألماني مهتم بالتعاقد مع كايل ووكر، الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي. اللاعب صاحب 33 عاما يملك عقدا مع مان سيتي حتى يونيو عام 2024. وأوضح موقع ذا أثليتيك البريطاني أن بايرن ميونخ يراقب عن كثب وضع ووكر في مانشستر سيتي. وتابع الموقع البريطاني أن الشروط الشخصية لن تمثل أزمة في المفاوضات بين العملاق البافاري والظهير الأيمن لمان سيتي. وواصل ذا أتلتيك أن ووكر غير سعيد بسبب قلة وقت اللعب مع ستيتيزنز، حيث شارك بشكل أساسي في 3 مواجهات فقط. قال أرناو مارتينيز ظهير فريق جيرونا الإسباني والمطلوب في برشلونة وأتلتيكو مدريد بأنه قد يخرج بالفعل في فترة الانتقالات الصيفية. وصل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما تطوره ليصبح أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في الدوري الإسباني خلال الأشهر 12 الماضية، ويدرس تشافي خطوة محتملة لإعادته إلى البارسا. غادر اللاعب الدولي الإسباني تحت 21 عاما برشلونة بعد 6 سنوات مع أكاديمية لا ماسيا قبل التوقيع على جيرونا في عام 2021. يحيط الغموض حول الوجهة القادمة لجوردي ألبا بعد إعلان رحيله عن برشلونة رسميا قبل بضعة أسابيع، وهناك عدة خيارات مطروحة أمامه في الوقت الراهن، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية. جوردي ألبا قرر مغادرة برشلونة بعد أن خسر مركزه الأساسي في الموسم المنقضي لمصلحة الظهير الشاب أليخاندرو بادي، ويريد خوض تجربة جديدة خارج أسوار ملعب الكامب نو، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن حول هوية النادي الجديد. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هناك 4 أندية مهتمة بشدة بالتوقيع مع جوردي ألبا، وهي أتلتيكو مدريد الإسباني. أفادت تقارير متزايدة بأن كيم مين جاي مدافع فريق نابولي قرر الانضمام إلى بايرن ميونخ على الرغم من اهتمام مانشستر يونايتد بنيوكاسل يونايتد. كان من المؤكد عمليا قبل أيام قليلة فقط أن مانشستر يونايتد فعل ما يكفي لإقناع قلب الدفاع البالغ من العمر 26 عاما بالانتقال إلى ملعب الأولد ترافورد. ومع ذلك قالت شبكة فوت ميركاتو بأن بايرن ميونخ واثق تماما من أن كيم مين جاي سيختاره، بعد أن قدم له راتبا بقيمة 10 ملايين يورو في الموسم الواحد بعقد يمتد حتى يونيو 2028. أفادت شبكة سكاي سبورت الإيطالية بأن المدرب ماسيميليانو أليجري لفريق يوفنتوس أعطى إدارة النادي الضوء الأخضر لمحاولة التوقيع مع لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الخبير. سيبلغ لوكاس فاسكيز عامه 32 الشهر المقبل، ويمتد عقده مع ريال مدريد فقط حتى يونيو 2024، لكن راتبه يبلغ 5.5 مليون يورو في الموسم، بالإضافة إلى المكافأة المتعلقة بالأداء. قد يمثل ذلك مشكلة للبيانكونيري، ناهيك عن إخفاقهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، لكنهم سيحاولون إقناعه بالقدوم لمدينة تورينو. اتخذ نادي تشيلسي خطوات هامة بشأن ضم نيكولاس جاكسون مهاجم فياريال، بالإضافة إلى مويسيس تايسيدو لاعب وسط فريق برايتون في فترة الانتقالات الصيفية. كانت أحدى المشكلات الرئيسية لفريق تشيلسي خلال موسم 2022-2023 هي افتقارهم للاعب الحاسم أمام المرمى، وربما يكون جاكسون هو الحل في هذا الملف. وحسب التحديثات الأخيرة فإن تشيلسي وصل بالفعل لاتفاق بشأن الشروط الشخصية وعقد المهاجم السنغالي الدولي مع البلوز.
أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو بأن نادي مانشستر سيتي اتخذ خطوات جادة كثيرا فيما يتعلق بضم المدافع الكرواتي الدولي جوسكو جيفارديول. لا يهتم فريق ساكاي بلوس حاليا بالتفاوض مع نادي لايبزيج الألماني للحصول على موافقته بخصوص الاتفاق على رسوم انتقالات قلب الدفاع الواعد. ورغم أن النادي الإنجليزي لم يصل بعد إلى الاتفاق مع النادي الألماني بخصوص رسوم الانتقال، فإنه سيواصل في المفاوضات لأجل إقناع لايبزيج. ألقى إمريك لابورت المدافع الدولي الإسباني تلميحا كبيرا بأنه قد يترك نادي مانشستر سيتي في الصيف، وهو اللاعب الذي كان برشلونة قد وضعه ضمن أهدافه لتدعيم الخط الخلفي. لعب لابور دورا في الفريق الإنجليزي في موسم 2022-2023 حيث سار السيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة. ومع ذلك فإن افتقاره إلى لعب دور أساسي بشكل منتظم بدأ في إحباط اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، حيث يريد أن يلعب باستمرار على مستوى الأندية للحفاظ على مكانه مع إسبانيو في يورو 2024. أكدت شبكة توتو ميركاتو ويب بأن نادي بايرن ميونخ ينوي التركيز على ضم نجم آخر من الدوري الإيطالي، وبالتحديد فيدريكو كييزا جناح ومهاجم فريق يوفنتوس في نافذة الانتقالات الصيفية. ووضع أبطال ألمانيا اسم كييزا كأحد الأهداف المحتملة لتدعيم الخط الأمامي، وسيقوم بمحاولة ضخمة لإغراء عمالقة الدوري الإيطالي بالصفقة. أكدت شبكة توتو ميركاتو ليب بأن نادي بايرن ميونخ لن التركيز على ضم نجم آخر من الدوري الإيطالي، وبالتحديد فيدريكو كييزا جناح ومهاجم فريق يوفنتوس.